للاسف اداء ما كنتش متوقعه من منتخب الفراعنه امام موزمبيق. هدف للمنتخب المصري في بدايه المباراه، قلت بس يا ابو الكباتن ده هتفتح دلوقتي وهنشوف ثلاثات واربعات وايه، يلا بينا. ومصطفى محمد سجل اهو، وهيجي محمد صلاح يسجل له 2 3 وتريزيجيه كمان 2 3، وفجاه اتصدم حضرتك وبدون اي مبرر يذكر المنتخب المصري بيتراجع مستواه. مش ده الاداء المقنع اللي الشعب المصري عاوزه. انا كنت متخيل حاجه غير كده خالص. ما تزعلش مني يا ابو الكباتن، بس انا لازم اقول لك الحقيقه واقول لك اللي انا شفته. ده منتخب موزمبيق فاجئك وسجل هدفين في 4 دقائق. هو منتخب مصر لابس لون ايه يا جدعان؟ ده غير الثقه كمان اللي اخدوها في المباراه، وده بان قوي على حارس مرماهم اللي رقص مصطفى محمد ترقيصه ولا يا ولا. صعبنا المباراه على نفسنا على الفاضي. انا مش طالع هاجم منتخب مصر وخلاص، انا طالع اتناقش معاك. اداء غير مقنع وفي تسرع وفي توتر، وكان في عدم جديه واستهزاء من المنتخب المصري. يا عم ده منتخب موزمبيق ياكل 3 و4، بس اللي حصل غير كده. منتخب ضعيف زي موزمبيق كان منظم، كان عنده جديه، كان بدنيا اقوى منك،